ازيكم يا طلبة اولى ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده معمول لحضرتك علشان نذاكر مع بعض الاساي كويشنز او الاسئله المقالي. هو الاسئله المقالي مهمه؟ ايوه الاسئله المقالي مهمه. انت المفروض ماده البيولوجي اللي انا بدرسها عليها 20 درجه في الترم بتاعك، مش الميد ترم، الترم. طيب ال20 درجه دول متقسمين ازاي؟ 16 سؤال تشوز، ودول احنا حلينا كفايه قوي 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 ان احنا نبقى ضامنين ال 16 سؤال دول. اذا كنا حلينا اسئله درس هتلاقيها على اليوتيوب، او حلينا اكتر من 400 او 500 سؤال كل اسئله بنك المعرفه اللي هو الاي كي بي، وحلينا كمان اسئله السنين اللي فاتت على المنصه بتاعتنا. فدلوقتي جه وقت المقالي، احنا خلصنا كل المصادر اللي ممكن يجي منها اللي تشوز. ندخل على اسئله المقالي. عندي كام درجه على المقالي؟ 4 من 20. مهمين؟ طبعا مهمين. عايزه اقول لك على حاجه. اول حاجه ان انت هيجيلك سؤالين، كل سؤال بدرجتين. فانت كطالب امور او كطالبه اموره مش عايزاكوا تدوا المقالي اكبر من حجمه. السؤال عليه درجتين، حضرتك هتكتب معلومات يعني في حدود الدرجتين. لكن بلاقي بقى بعض الطلبه عايزه تفهم ان المستر دوت او تفهم الميس اللي بتصحح ان هي فاهمه وحافظه كويس ومش عارفه ايه، تقعد بقى تكتب لك الدرس كله في السؤال. طب هو عليه درجتين، خلي بالك لازم يكون عندك تايم مانجمنت قوي للامتحان. انا دلوقتي عندي 20 درجه عايزه اكسبهم كلهم، فما تعطيش الاسئله المقالي وقت اكتر من وقتها. اعملي او جاوبي السؤالين على قد ال4 درجات بتاعتهم، درجتين علشان يكون في وقت كفايه للي تشوز. اوكي. طيب انا كمدرس بقى بيصحح الاجابه المقالي بتاعتك، ايه اللي يخليني اديك الفول مارك؟ بص يا ابني، كل مدرس بيبص على السؤال، هو بيدور على كلمة معينة، الكلمة دي لما يلاقيها هيعرف ان الطالب ده فاهم. احنا بنسميها الكي وورد بتاعتنا. فانت مش لازم تكتب كتير، لكن اكتب المختصر المفيد، واكتب الكلمة اللي انت حاسس ان هي تو ذا بوينت، ان اول ما المصحح هيقع عينه عليها هيديك الفول مارك. اوكي نبدأ نقرأ مع بعض ونذاكر أسئلة المقالي. اوكي يلا بينا نبدأ. وزي ما قلت لكم أسئلة المقالي دي برضو أسئلة بتتحل بالفهم، يعني حضرتك مش لازم تجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا زي الكتاب، لا، حل بفهمك. بس أنا في الكلمات الإنجليش المهمة هقول لك دي كلمة مهمة لازم تكون حافظها وعارفها. اوكي يلا نبدأ. اوكي اول سؤال بيقول لك explain the car maintenance worker resorts to use benzene for cleaning up his clothes. يعني لو راجل ميكانيكي مثلا او بيشتغل في تصليح العربيات، ليه لما بيجي ينظف هدومه بينظفها بالبنزين؟ بمنتهى البساطه انت هتقول ان السبوتس او البقع اللي هتبقى على الهدوم دي بتكون نون بولر، فما ينفعش الووتر هي اللي تشيل البقع النون بولر، لازم حاجه نون بولر تريموف الحاجات النون بولر. فاحنا وقتها بنستخدم بنزين او كيروسين او كربون تتراكلورايد، دول الرياجنتس او الحاجات اللي انا ممكن استخدمها عشان اشيل البقع. فبيقول لي as the closest spots of the worker contain oil and fats which are soluble in non-polar solvents. يعني لازم نستخدم لها حاجات non-polar. Therefore they can be cleaned easily. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك recently Egypt has tended to construct many factors that depend in their worker on the recycling of organic wastes. يعني عندي مصنع بيعمل إعادة تصنيع أو إعادة هيكلة للويستس، الفضلات. The basic step in their industry is the analysis of the organic substances that are found in these wastes. In light of your study, what is the organelle in the living cell contain whose action is similar to the recycling process. يعني بيقول لك السيل ايه الاورجن اللي فيها بيشتغل نفس شغلانه المصنع ده، والمصنع ده بيعمل ايه؟ بيتخلص من الويستس وبيرجع يستخدمها في حاجات مفيده. طب مين اللي كان بيخلصك من الويستس وبيرمي عليها الدايجستيف انزيم ويخلصك من اي حاجه قديمه موجوده في السيل؟ كان اللايسوسوم اللي هو السكراتوري فيزيكل اللي بيبقى شايل الدايجستيف انزيم. فحضرتك هتقول اللايسوسوم.
السؤال اللي بعده what happen لو الماجنيفاينج باور بتاعه الاوبجكتيف لينس in light microscope 100 and الماجنيفاينج باور بتاعه الاوكيولر 20. هو انت كده تقدر تعرف قوه تكبير الميكروسكوب؟ ايوه، لو ضربت ال 100 الاوكيولر في الاوبجكتيف تعرف الميكروسكوب ده كله بيكبر قد ايه. طب الميكروسكوب ده كله بيكبر قد ايه؟ هتلاقيها 2000 مره، 10 تايمز 100 تايمز 20، 2000 مره. طب هل اللايت ميكروسكوب بيقدر يكبر لي 2000 مره؟ لا، اللايت ميكروسكوب اخره 1500. فبعد ما هتقول له ان الناتج هيكون 2000 هتقول له بس على فكره الصوره مش واضحه، لان اللايت ميكروسكوب بيقدر يكبر لي اعلى حاجه هو ال 1500. فهيقول لك because the light microscope magnify the object up to 150% of their real size فالimage will be unclear. الصوره مش هتكون واضحه. السؤال اللي بعده، والله السؤال اللي بعده جايب لك كمية السبستريت within the time مع مرور الوقت. كمية السبستريت مع مرور الوقت. هو ايه السبستريت؟ السبستريت ده الحاجة اللي انت بتاكلها والمفروض الانزيمات بتسرع تكسيرها فيبدأ يبقى فيه برودكت. يعني مع مرور الوقت المفروض السبستريت بتعلى ولا بتقل؟ بتقل، لان المفروض الاكل او السبستريت ده بيتكسر وبيبقى برودكت. يبقى انا المفروض لو انا ببص على الجراف ده والجراف ده يبقى صح، يبقى المفروض الجراف دوت يكون حاجة بتقل مش حاجة بتزيد. بص هنا دي كده بتزيد، فالجراف ده كده بالنسبه لي غلط. ليه؟ لان المفروض مع مرور الوقت السبستريت الحاجه اللي انا بشتغل عليها بتتكسر وبتتحول لنواتج. بس ده كان موجود، المنظر ده بتاع الجراف ده كان موجود في علاقه الانزيم بالتايم. يعني انا ممكن اصلح الجراف ده بان انا اشيل كلمه سبستريت وحط انزيم، لان الانزيم بيبدا يطلع بصوره كبيره قوي لحد ما يعمل الرياكشن، ولما بنوصل لمرحله اتزان او بنبقى خلصنا الشغل بتاعنا يبدا الانزيم يطلع بصوره منتظمه. اوكي، فانت هتقول له طبعا ان الجراف ده wrong، the graph is wrong as the concentration of the substrate المفروض decrease by passing the time. يعني المفروض ان كميه الانزيم بتقل مع مرور الوقت. اوكي، اللي بعده monosaccharides have same molecular weight. How far is this statement correct within explanation؟ يعني بيقول لك ان المونوساكرايد بيكون عندها نفس الوزن. اولا الجمله دي غلط. ليه؟ لان المفروض ان المونوساكرايد معموله من كربون وهيدروجين واكسجين، والكربون ديت في منها كربون 3 او 4 او 5 او 6. يبقى كل ما الرقم هيتغير الوزن بتاعت حته السكر دي هيتغير، يعني من 3 to 6 عشان دي ناقصه 6. يبقى كل ما انا هغير عدد الكربون اكيد الويت الوزن هيتغير. حاجه معموله من 5 كربون زيها زي ال6 كربون زيها زي ال3 كربون؟ اكيد لا. يبقى الويت مش ثابت، مش عندها سيم ويت. لا، الجمله دي غلط. فهنقول لا، it's a statement is wrong as the monosaccharide consists of one molecule. بس ال1 molecule ديت ممكن يبقى عندها من كربون 3 لكربون 6. طيب within each hydrogen and oxygen ومعاها كمان هيدروجين واكسجين. تمام. فبيقول لي ان مستحيل السي 6 تبقى زيها زي السي 5، اكيد دي ليها وزن ودي ليها وزن تاني. السؤال اللي بعده what is the role of the plastid in the formation of carbohydrates in the plant stem؟ ايه هو البلاستيد؟ البلاستيد ديت اللي هي العلب بتاع الصبغات. طب كان عندي كام بلاستيد؟ كان عندي 3. اول واحده اسمها ليكوبلاستيد، والليكوبلاستيد دي اللي كانت بتديك اللون الابيض، وكان اللون الابيض ده بيجي نتيجه البريسبتيشن او نتيجه التخزين بتاع النشا الستارش. اذا دي من الكربوهيدرات. فلو قال لك ايه علاقه البلاستيد بالكربوهيدرات هتقول له ان في علبه اسمها الليكوبلاستيد بتعمل ستورنج للستارش اللي هي النشا، ووقتها بتديني اللون الابيض. مش بس كده، في علبه تانية اسمها كلوروبلاستيد، والكلوروبلاستيد اللي لونها اخضر، ودي اصلا بقى اللي بتصنع لك الجلوكوز اللي بيعمل النشا او بيتخزن على شكل النشا. طب ازاي عمليه الفوتوساينثيز دي بتحصل؟ قال لك العلبه اللي اسمها الكلوروبلاست جواها الصبغه اللي اسمها الكلوروفيل، نعمل عمليه الفوتوساينثيز، كربون دايوكسيد وووتر وسان لايت هيدخلوا هيعملوا لك الجلوكوز والاكسجين. فالجلوكوز ده برضو نوع من انواع الكربوهيدرات. يبقى انت هتقول له حاجتين، هتقول له اولا عندي الجرين بلاستيد اللي هي الكلوروبلاست اللي بتعمل عمليه الفوتوساينثيز وهتطلع لي الجلوكوز، وعندي كمان علبه الليكوبلاستيد اللي هي لونها شفاف اللي ممكن تخزن لي الستارش يعني هي دي اللي لونها ابيض اللي بتخزن لي الستارش، والستارش برده من الكومبلكس شوجر. طيب السؤال اللي بعده
Indian fox and the polar fox are from the same genus, but each of them live in its own environment and can't live in the other environment. يعني أنا عندي فوكس وفوكس، مش عارفة الفوكس ده اللي هو الذئب ده ولا إيه، المهم يعني ثعلب وثعلب. ده Indian قاعد في الهند، والتاني ده قاعد في بولر يعني في الجو البرد مثلا عند القطب الشمالي مثلا. فبيقول لك ان احنا لو بدلنا اللي في الانديان اللي هو متعود مثلا على الحراره بتاعه الهند او الجو بتاع الهند الجو الدافي، وديناه النورث بول اللي هو عند القطب الشمالي مثلا او في عز التلج، هل هيبقى فيه مشكله؟ طبعا هيبقى فيه مشكله. هتقول ليه بقى؟ هتقول له due to the absence of the fatty layer beneath its skin، ان هو ما عندوش طبقه الدهون اللي تحت الجلد، وطبقه الدهون اللي تحت الجلد دي بتشتغل as a thermal insulator، يعني بتشتغل كعازل للحراره. فاحنا كنا عارفين ان البولر بير اللي بيبقى قاعد في وسط التلج مش حاسس بحاجه وقاعد مبسوط وايه وبيلعب بالتلج. طب انت ازاي مش حاسس بالتلج؟ بسبب طبقه الدهون الفاتي لاير اللي under the skin اللي بتشتغل كثيرمال انسوليتور وبتعمل عزل للحرارة. فهنقول due to the absence of the fatty layer beneath its skin so it has no ability to live in the north pole، مش هيبقى عنده القدرة ان هو يعيش في الجو البرد ده. while البولر فوكس اللي عنده الفاتي لاير تحت السكن اللي بتشتغل كثيرمال انسوليتور هي اللي بتخليه يقدر يعيش في الكولد ريجنز او الاماكن البرد. السؤال اللي بعديه What is the relation between the magnifying power and the wavelengths؟ العلاقة عكسية يا زميلي، ركز. قوة التكبير، الميكروسكوب الإلكترون الحلو اللي كان بيكبر مليون مرة كانت الصورة بتاعته بتبقى قوية وبنقدر نكبر لمليون مرة which is حاجة كبيرة عشان الويف لينس قليل، عشان الويف لينس بتاع الإلكترونز قليل والفريكونسي بتاع الإلكترونز كبير. تاني، قوة التكبير الماجنيفاينج باور بتزيد لما الفريكونسي بتزيد ولما الويف لينس بتقل. فلو سألك ايه العلاقة تقول له العلاقة عكسية inverse relation. the relation is inverse. لما الماجنيفاينج يبقى كتير يعني عندك الالكترون مايكروسكوب بيعرف يكبر لي مليون مرة عشان الالكترونز بتاعته الويف لينس بتاعها قليل. طيب ايه اللي بعده؟ What is the difference between chromatid and chromatin؟ ايه الفرق ما بين الكروماتيد والكروماتين؟ حضرتك كان عندك الكروموسوم منظره عامل كده. استنى ارسمها حلو. ده الكروموسوم. اي واحد من ده او ده بنقول عليه كروماتيد which is جزء من الكروموسوم. هنقول a filament that enter in structure of الكروموسوم، هو ده الكروماتيد. طب الكروموسوم ده بتلاقيه فين؟ في مرحله من مراحل الديفيجن لما السيل بتبقى ناويه تخلف. طيب والدبوس اللي بيمسكهم مع بعض، والله اللي ارسمها احلى. طبعا انت عايز تقول لي ايه؟ انت جايه تحسني رسوماتك ليله الامتحان؟ اخلصي اهو. ادي الكروموسوم، والدبوس اللي في النص ده اسمه السنترومير اللي بيمسك الاثنين كروماتيدز. طب تعالى بقى يعني ايه كروماتين؟ الكروماتين ده هو الكروموسوم بس بيكون شكله عامل كده، بنقول عليه minute tangled filaments زي خيوط كده. طب الخيوط ديت ليه بتبقى بالمنظر ده؟ قال لك دي في مرحله الانترفيز، لو السيل دي مش ناويه تعمل ديفيجن فانت بتلاقي الدي ان ايه بتاعها والبروتين بيبقى على شكل كروماتين. ايه الكروماتين ده؟ حاجه شبه المكرونه الاسباجيتي. امال لو السيل دي ناويه تعمل ديفيجن وبتجهز للديفيجن تلاقي الكروماتين ده بقى كروموسوم بالمنظر ده، يعني 2 كروماتيد علشان تستعد لمرحله الديفيجن. ايه اللي بعده؟ بيقول لي In light of your study, what is the elements that may be found in البروتينز ومش موجودة في الكربوهيدرات؟ والله البروتين معمولة من كربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين، ده لو سيمبل بروتين. لايك الألبومين بيظبط السيلز بيخليها مش منفوخين. فاكرين الشرح ده؟ كل المنهج بتاعك هتلاقيه تقريبا في حدود 3 ساعات، اسمعهم ليلة الامتحان موجودين على اليوتيوب فري، هيلخصوا لك كل حاجة. اسمعهم وادخل الامتحان مطمن. طيب ده كده بالنسبه للسمبل بروتين. طب البروتين كان ممكن ينقذه حاجه ويبقى كونجيجيتد لو مسك معاه ايودين او ايرن، اللي هو الاف اي، او ايودين او ايرن او نسيت ولا ايه؟
الايودين والايرن والكازين اللي هو الفوسفورس. تمام. يبقى ايه الحاجات اللي موجوده في الكربوهيدرات ومش موجوده في موجوده في البروتين مش موجوده في الكربوهيدرات؟ الايودين والايرن والفوسفورس والنيتروجين كمان. اللي بعده بيقول لي each of the nucleus and the mitochondria is surrounded by double membrane but each one has its nature that help in performing its vital process of the cell. Explain. يعني بيقول لك ان اذا كانت النيوكليس، فالنيوكليس كان ليها غطيين، فاكرين الغطا اللي بره اللي كان، او الغطيين عامه كان فيهم بورز عشان الار ان اي يخرج منهم، اوعى تنسى المعلومه دي. طيب ده بالنسبه للنيوكليس. طب بالنسبه للميتوكوندريا، الميتوكوندريا برضو كانت معموله من غطيين، اول واحد مفرود وتاني واحد كان بيعمل الكيرفس او الكريستي، وكنا بنقول ان الكريستي دي لما بتزيد معناها ان انت هيبقى عندك اي تي بي اكتر. ليه؟ علشان كانت الكريستي ديت اللي بيحصل فيها عمليه حرق الجلوكوز وبتطلع لك انرجي كتير، فكل ما الكريستي كانت تزيد كل ما دي حاجه كانت مفيده بالنسبه لك. فانت هتقول له as the nucleus is surrounded by double membrane has a tiny pores، عندها فتحات صغيره عشان الفتحات ديت اللي هيخرج منها الار ان اي واحنا بنعمل بروتين ساينسز. طيب امال الميتوكوندريا هنقول ان الانترنال الغطا او الممبرين الداخلي كان بيعمل الفولدز او الكريستي اللي هي الكيرفات. الكريستي ديت كل ما كانت بتزيد كل ما عمليه الفوتوساينس كل ما عمليه السيلولار ريسبيريشن او خروج الانرجي كانت تزيد. ان احنا كنا بناخد الجلوكوز ونحرقه بالاكسجين ونطلع اي تي بي. كل الكلام ده كان بيحصل في الكريستي، فكل ما الكريستي كانت تزيد كل ما عمليه حرق الجلوكوز تزيد ونطلع اي تي بي اكتر. طيب ايه اللي بعده؟ ما توسع بس خلاص. What happen if the waxy layer او معانا شكرا ولا كأنه حصل حاجه. What happen if the essay او الواكسي layer اللي هي طبقه الشمع cover the leaf of the cactus is absent؟ لو طبقه الشمع اللي حوالين الصبار بقت مش موجوده، ايه اللي هيحصل؟ الميه هتبقى متسابه سداح مداح. يعني ايه؟ يعني انت كان عندك الصباره لما كان بيجي عليها الشمس كانت الصباره دي يا عيني بتعرق وتخرج الميه بره، صح؟ وربنا حل الموضوع ده بان هو جاب طبقه الشمع اللي كانت بتترسب على الكاكتس علشان ما تخليش الميه تطلع لبره، يعني نقلل الترانسبيريشن. طب ايه رايك لو الشمع ده اتشال؟ ها ايه رايكم؟ يلا انا سامعاكم، ايه رايكم؟ لو الشمع ده اتشال اول ما الشمس هتيجي على البلانت هيعمل ترانسبيريشن وهيعرق وهيفقد كل الميه اللي فيه وهيدبل. يبقى هنقول ايه اللي هيحصل؟ ان هيحصل ووتر لوس، فقد للميه during عمليه الترانسبيريشن which cause the wilting، يعني البتاعه ديت هتدبل wilting and it's this. wilting يعني النبات هيدبل. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك نمبر زد. الزد ده اللي هو ايه؟ حاجه بتتخزن في جسم البنجوين البطريق، طبعا الفاتس. طب الفاتس ديت كانت معموله من ايه؟ من 3 ساتيوريتد فاتي اسيد وواحد جليسرول. فهو بيسالك الفاتس معموله من ايه؟ من 3 فاتي اسيد وواحد جليسرول. ايه الحاجات اللي بتكونها؟ هتقول 3 ساتيوريتد فاتي اسيد وواحد جليسرول. ايه اللي بعده؟ What is the relation between photosynthesis and the cellular respiration؟ العلاقة عكس بعض. ليه بقى؟ الفوتوساينسز هي عملية أنا باخد الكربون دايوكسيد والووتر والسان لايت الشمس وأعمل أصنع الجلوكوز والاكسجين. امال ايه هي عمليه السيلولار ريسبيريشن؟ عمليه السيلولار ريسبيريشن انك تاخد الجلوكوز والاكسجين وتحرقهم وتطلع اي تي بي. يبقى هتقول ان الفوتوساينسز انك بتكون جلوكوز، لكن في عمليه السيلولار ريسبيريشن انت مش بتكون جلوكوز، انت بتاخد الجلوكوز وتحرقه وتبروديوس وتطلع انرجي اللي هو الاي تي بي. طيب اللي بعده اوكي نكمل. بيقول لي 155
nitrogen element is found in protein and the nucleic acid. ايوه ليه بقى؟ موجوده في البروتين في الامينو جروب، فانت هتقول البروتين اللي هو الامينو اسيد عنده امينو جروب اللي هي ال NH2 دي فيها نيتروجين، وموجوده في النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه او الار ان ايه، لان الاثنين برضو كان عندهم اللي هم ادينين جوانين ثيامين سيتوسين، كنا بنقول عليهم نيتروجينيوس بيز، معنى ان هم نيتروجينيوس بيز يعني عندهم برضو ايه يا ولادي؟ نيتروجين. اللي بعده In light of your study the metabolism, what happened to the body after passing few hours from eating a meal rich in carbohydrates. والله انا لو لسه واكل كربوهيدرات، الكربوهيدرات دي هتتكسر لي جلوكوز، صح كده؟ الجلوكوز ده عنده اختيارين، انت هتقول له كده have two options، يا اما الجلوكوز دوت هيحصل له جلوكوز اوكسيديشن ويطلع لك انرجي، يا اما الجلوكوز دوت اللي هو الاكسس اللي هو الزياده هيبدا يتخزن في الليفر والمصل على شكل ايه؟ جلايكوجين في الليفر والمصل. اللي بعده بيقول لك ذا سمبل مايكروسكوب بتاع فان ليفن هوك مختلف عن السمبل مايكروسكوب بتاع روبرت هوك. هو مين الاول؟ روبرت هوك. هتقول له ان السمبل مايكروسكوب بتاع روبرت هوك اللي قدر يبص فيه على الكورك اللي هي حته الفل، وقال ايه ده؟ دي معموله على شكل سمول بوكسز وباللاتيني كانت معناها سيليولا. امال انتوني فان ليفن هوك، دايما اقول لك خلي بالك من انتوني فان ليفن هوك عشان الميكروسكوب بتاعه مهم جدا، لانه قدر يكبر 200 مره، وده اول حد عرف يشوف المايكرو اورجانيزمز اللي هي الكائنات الدقيقه اللي عايشه في الميه وعايشه في الدم. يبقى انتوني فان ليفن هوك اول واحد يشوف المايكرو اورجانيزم عن طريق انه عمل ميكروسكوب بيكبر 200 مره، لكن روبرت هوك شاف بس الكورك تيشو اللي هي حته الفيلم. السؤال اللي بعده بيقول لي the following graph illustrates the effect of the temperature on the activity of الانزيم، بيوريك تأثير التمبريتشر على الانزيم في نوع من انواع البكتيريا in a type of bacteria that stimulate the formation of a poisonous substance for human. طيب what happen if a person eat food containing this bacteria؟ يعني بيقول لك ايه اللي هيحصل لو الانسان ده اكل الاكل اللي جواه البكتيريا دي. بمنتهى البساطه انا دلوقتي البكتيريا ديت بتحب تشتغل، هو قال لك تعالى نقراها كده، هي فين؟ قال لك البكتيريا ديت اللي هي الانزيم ايه، البكتيريا ديت بتحب تشتغل، بص كده الاوبتيمم تمبريتشر بتاعتها اعلى درجه حراره هي تقريبا قبل ال80 بحاجه بسيطه، يعني تقريبا 75 سيليزيوس. هل البكتيريا دي اللي بتشتغل عند ال75 بشكل كويس هل تقدر تأثر على الإنسان؟ أنت هتقول له لأ، مش هتأثر على الإنسان. ليه؟ لأن درجة حرارة الإنسان من 37 ل40، وهي لحد ال40 ما كانتش شغاله، يعني البكتيريا لحد ال40 ما كانتش شغاله، يبقى هي مش هتاثر على الانسان لان الانسان درجه حرارته من 37 ل40 وهي بتشتغل من بعد ال40 لحد ال100، فهي مش هتلاقي التمبريتشر اللي متعوده تشتغل فيها جوه جسم الانسان، فمش هتشتغل ومش هتضر جسم الانسان. فانت هتقول nothing occur، مفيش حاجه هتحصل عشان الانزيم ايه اللي في البكتيريا ما بيشتغلش او بيبدا يشتغل عند ال40 والاوبتيمم بتاعته 75 ودرجه حراره جسم الانسان 37، فمش هتتاثر. so the enzyme can't work. طيب ايه السؤال اللي بعديه؟ بيقول لك using a dye in living specimen it considered a double-edged weapon، يعني سلاح ذو حدين. لو انت استخدمت الصبغه في ان انت تبص على العينه ده سلاح ذو حدين. يعني ايه سلاح ذو حدين؟ يعني ليه فايده وليه عيب. الفايده ان انت لما هتصبغ العينه انت هتبدا تشوفها مور كليري، هتبدا تشوفها بصوره اوضح، لكن لما تيجي تصبغ عينه والعينه دي بكتيريا او براميسيوم او كائنات عايشه الصبغه بتاعتك بتموت البكتيريا، فالبكتيريا لو انت عايز تشوف بتتحرك ازاي لا مش هتلاقيها بتتحرك، هتلاقيها ماتت. فانت هتقول ان الداي are used to stain او color certain parts of the specimen يعني عينه to become more clear، هو عايز يشوفها بصوره اوضح، لكن ال disadvantage اللي هو العيب that it kill the living specimen like البروتوزوا او الاميبا والبراميسيوم واليست، ان هي ممكن تموت لك الحاجات دي لو انت بتبص على حاجات living organism.
اخر سؤال عندنا بيقول لي انا عندي دوت الجراف بيوريني البي اتش. حضرتك عارف ان من الزيرو لل7 بتكون اسيدك، عند ال7 نيوترال، من ال7 لل14 الكالاين. هو جايب لك 2 انزيمز، واحد اكس بيشتغل عند ال 2.5 يعني ده بيشتغل اسيدك، وحضرتك عارف ان الانزيم اللي بيشتغل اسيدك ده اللي بيكون في الاستومك المعده اسمه البيبسين وبيهضم البروتين. وعندك انزيم تاني اللي هو الواي ده شغال هنا اللي هو تقريبا 7.4 وده كده شغال الكالاين او ممكن نقول عليه ويك الكالاين. طيب عايز ايه بقى؟ بيقول لي what is the reason for carrying out the experiment at 37 سيليزيوس. ليه عملت الاكسبيرمنت ديت؟ هو كان عايز يشوف عمليه الهضم. ليه خلينا درجه الحراره 37؟ انت هتقول له كده because the optimum temperature، درجه الحراره المحببه the optimum temperature for these enzymes، الانزيمز بتاعت الجسم is 37. عشان كده انا حبيت اجيب درجه حراره 37. طيب بيقول لك what is the effect increasing the pH value on the activity of enzyme Y. يعني ايه التاثير لو حصل زياده في البي اتش بتاعت واي؟ هو الواي دوت شغال عند ايه؟ الالكالاين. لو حصل زياده ولا اي حاجه مفيش مشكله، لو فضل في الالكالاين هيبدا يشتغل لحد تقريبا ال11 او لحد ال 10.5، لكن مور ذان ال11 او ال 10.5 الانزيم هيستوب الرياكشن. يعني انت هتقول له ان هو هيفضل شغال من 4 او من هنا من 3.5 لحد ال 10.5، لكن لو زودت البي اتش عن ال 10.5 الانزيم هيوقف شغل، عشان انت كده غيرت البي اتش المحببه بالنسبه له. وبكده يا ولادي نكون راجعنا على اهم الاسئله المقالي اللي مطلوبه منك. ذاكر كويس، حل الامتحانات بتاعه المعاصر، اسمع او اقرا الاسئله المقالي من البي دي اف بتاع الملزمه بتاعتنا. لو عملت الثلاث حاجات دول خش نام وانت مرتاح. هنستنى كل نتائجكم ودرجاتكم اللي انا متاكده ان هي هتفرحنا، عشان احنا عملنا احسن حاجه عندنا. وافتكروا دايما مع البايو ديفا البيولوجي سهله مش مخيفه. باي باي.